حتى حضرتك انك قبلت هذا التكليف مباشره مع طبعا. ولما قابلني المهندس ابراهيم محلب، وبعدها خرجت قلت ان انا قبلت هذا التكليف وانا سعيد بهذا التكليف، وسئلت بعض الاسئله العامه حوالين هذا الموضوع وكنت في اتجاه ايجابي وخلاص. وايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل روحت البيت وبعدها بساعتين ابلغت بان السيد ابراهيم محلب يعني لسه المساله فيها محل نظر او شيء من هذا القبيل، وان هناك بسبب اعتراض بعض الفئات داخل وزاره الثقافه. ليه بتقول الفئات داخل وزاره او بعض الناس يعني قالوا انهم اعترضوا، فتقرر يعني انه المساله يكون فيها نظر، وان في مرشحين اخرين دخلوا في الحلبه، وبالتالي اصبحت انا موضع مقارنه بيني وبين الاخرين. ففي اليوم التالي اتصلت بمكتب المهندس ابراهيم محلب، قلت له ارجوك اسحب اسمي من ضمن دائره المرشحين لهذا المنصب، وانا يعني ارفض ان اكون في هذا الموقف، وانسحبت وانتهى الموضوع. ايه